محمد صالح هو شيف داجونس بياناس إنه على البرودوي اللي تقدمهم البيانا باش أنه الفلاح يكبر ويتطور. محمد صالح مرحبا بيك. وبيك يعيشك مرحبا. دونك انت شيف داجونس البنك الوطني الفلاحي. قداش عندك شيف داجونس؟ من 2019. البنك الوطني الفلاحي بنك عندها تاريخ كبير وداعم رئيسي للفلاحة والفلاحين في تونس. أكيد البنك الوطني الفلاحي عنده تاريخية كبيرة مع الفلاح، ويعتبر معناتها البنك الداعم أكبر بنك داعم للقطاع الفلاحة بصفة عامة. نحكيو على أجيال من الفلاحة في بيانا. صحيح. احنا تو عندنا الحريف الحرفاء متاعنا الجد والبو والولد معناتها 3 أجيال ما شاء الله. يبداو عندك في نفس الأجانس. والله عندي ديكا معناتها 3 أجيال حرفاء متاعنا. العزيز دوبوي اكستون جا الولد، وتو دخلنا حتى احنا تو عندنا دي نوفو برودوي كيما اللي كارت بريبي معناتها وصلنا مسينا التلامذه الفئه العمريه الصغيره لي جون معناتها كو سوسوا الطلبه والا التلامذه. هذا علاش معناتها تقع عندنا 3 أجيال معناتها حرفاء. البنكة تتجدد والبرودوي نتاعها يتجددوا بيان سور، وتلقى ربما الابن الفلاح يقنع الجد بانه يمشي للحاجات اللي تقدموهم لبرودوي جدد وتكنولوجيا جديده. صحيح. ديما تلقى البنك ديما عند متطلبات العصر. شو معناتها تو مواكبه يلزمها تكون مواكبه، خاطر تو الحريف ما عادش يحب يديبلاسي لاجونس ويمشي ويشد الصف. ماذا به معناتها اذا كان اديستونس من بلاصتو معناتها يعطيك صح يعمل لي زوبيراسيون نتاعو. البنكه وفرت له هذا الكل، فهمت. ديما تلقى لي جون نقولوا احنا يبدا يشجع في عزيزو هاي البنك هذيا هم فيها لي زابليكاسيون يجا ونعملوها، والاخر يقول له لا معناتها حتى يوفى انه الابن يقنع الجد. بيان سور في الاخر بالطبيعه في الاخر باش يقنع. اكيد. اذا كان نحكيو على التمويل في الميدان الفلاحي، البنك الوطني الفلاحي بيانا كيفاش يوفر هالتمويلات هذه؟ بيانا يوفر التمويلات هذه عن طريق القروض الاستثمار والا قروض الموسميه. هما زوز انواع نتاع قروضات، كل واحدة وكل قرض والسبيسيفيسيتي نتاعو عنده خصائص. اكيد كل واحد عنده خاصيه نتاعو. كل واحد قروض الاستثمار هما قروض معناتها متوسطه لطويله المدى، نعطيهم للفلاح باش يعمل الانستالاسيون دو بروجي، يحقق حلمته كما نقولوا احنا. معناها هي قروض قداش لازموا وقت باش يرجعهم؟ معناها تاخذ سنوات؟ اكيد فوق العامين. قروض استثمار ديما فوق العامين. معناها هو فلاح في ميدان معين، حاجته بانه يزرع الارض نتاعو، انه يعمل لونتروتيان نتاع الالات نتاعو، كل متطلبات النشاط نتاعو، دونك يمشي لقروض الاستثمار هذه. اكيد قروض الاستثمار نتاع الزراعه البلونتاسيون. ينجم يطلب الجوتا جوت، ينجم يطلب الكرياسيون نتاع السونداج. انت والاختصاص بالطبيعه. ديما الناس ربما تقول لك القروض يطلبوا عليها برشا اوراق، الوقت انه يوافقوا لي يا خو ياسر. كيفاش انتم تحاولوا انكم تسهلوا هالامور هذه؟ بالنسبه تو للاوراق معناتها ما تنجمش انت معناتها تعطي الحريف معناتها كريدي ما غير ما مثلا باش يحفر بير ما تبلاش رخصه، مثلا يلزم رخصه. احنا نعيشوا في دوله معناتها في بلاد عندها قوانين عندها كذا، ما تنجمش تحفر بير واحنا نمولوه من غير رخصه مثلا. دونك ما حكايه الاوراق ما كي تبدا الامور قانونيه مرحبا بيه. باسكو اللي ديلي معناها دراسه الملف وغيره يقعدوا برشا. دراسه الملف لا ما تقعدش برشا معناتها. عندك انت فما اللي يلزم نخرجوا زياره ميدانيه للوطا هذيك الارض اللي باش يصير فيها المشروع، ونقيموا معناتها شنو المشروع يتخدم او نيفو دو لاجونس، يتعدى بالديريكسيون ريجيونال من بعد. دونك يمشي الملف بعد ما يقدموا الحريف للاجونس فوالا يمشي وين؟ نخرجوا زياره ميدانيه الساعه قبل كل شيء باش نشوفوا المشروع ونشوفوا معناتها الليو دو بلونتاسيون تاعو. من بعد نعملوا له دراسه الملف ويمشي بالطبيعه للادارات المعنيه بالامر. كان اداره جهويه، كان اداره مركزيه، وهي تقرر اكيد. قداش ياخذ هذا؟ احنا نعطيو لافي نتاعنا
قداش ياخذ هذا الكل؟ ما ياخوش برشا وقت معناتها، ما ياخوش برشا وقت، مش برشا. باهي اليوم هالقروض هذيا معناها باش تتعطى بيان سور انه احنا نحكيو على قروض الاستثمار هذه وفما القروض الموسميه اكيد. أي؟ احنا بعد ما عملنا تو المشروع الفلاح يقول لك انا تو عطيتني انت عملت مشروع انا ما عنديش فلوس باش نخدم. دونك احنا لهنا بيانا وبنك الوطني الفلاحي تتدخل وتمولوا الكومباني نتاعو كيما نقولوا احنا يقولوا مفوندرولمون الفلوس المال المتداول هذا باش تخدم باش تخدم العام نتاعك، كان من بذر، كان من خدمه وطا، كان من تسميد، من ادويه، الكل معناتها نمولوهم ندخلوا فيهم ونمولوهم. فما اليات جديده للتمويل؟ اكيد فما اليات، تو عندنا اليات التمويل المبتكره جديده هذه من عام 2018 ظهرت، واللي هما الفينانسمون دي شين دو فالور، تمويل سلاسل القيمه الفلاحيه. هذوما معناتها ظهروا اليات جديده باش نوصلوا الفلاحه اللي ما ينجمش يوصل للبنك. فما فلاح ما ينجمش يوصل للبنك، علاش؟ خاطر هو كيما نقولوا ما عندوش ضمانات. احنا حاولنا وابتكرنا اليات جديده باش نجموا نوصلوا لهم كيما قلت لك عن طريق هذوما الاليات هذيا كيما مثلا اي فينانسمون تريبارتيت، آلية التمويل الثلاثي كما نقولوا علاقة تعاقدية بين البنك المزود والفلاح، يتم عن طريقها مد الفلاح بقرض بدون ضمانات، على شرط كونه يكون معناتها فما علاقة عمل بينه وبين المزود هذا، والمزود يتعهد كونه باش يوفر له كل شيء من البذرة للحصاد للخدمة الوطا للأدوية، الكل يتكفل بهم معناتها المزود، والفلاح هو اللي يرجع للبنك. هو اللي كونترا يصحوا فيه ثلاثة، البنك الوطني الفلاحي والمزود والفلاح ثلاثة. الفلوس تمشي للفلاح، ومن الفلاح نعملوا لها ترانسفير للكونت نتاع المزود، خاطر هو ديجا قدم له الخدمات نتاعو. في ميدان الحبوب ولا في ميادين اخرى؟ في ميادين اخرى، ميادين الحبوب وفي ميادين اخرى. الفلاحه اللي ينشطوا في ميدان الحبوب هما ربما اللي يتوجهوا اكثر للآلية هذه اللي هي تريبارتيت. صحيح، هذه هما قطاع الزراعات الكبرى، هما اكثر فلاحه يتوجهوا ويتم التمويل نتاعهم بالآلية نتاع التمويل الثلاثي. آلية التمويل الثلاثي بنسبة تفوت ل 40% معناتها من التمويلات المبتكرة هذه ماشية للقطاع الزراعات الكبرى، ويجي بعدها تربية الأبقار. محمد صالح، فما زادة آلية متعهد القرض، فما اللي هي تهم شكون؟ تهم الفلاحة كيف صغار الفلاحين اللي ما عندهمش ضمانات، هي تشبه ياسر الفينانسمون تريبارتيت التمويل الثلاثي، أما يونوتر تكنيك. معناتها احنا لهنا في الثلاثي قلنا نعطيو القرض للفلاح، لهنا القرض يتم ضخه للمزود، والمزود هو اللي باش يوفر كيف كل شيء، كل ما يستحقه الفلاح يوفره له. المزود معناها في أنا ميدان المزود مثلا توك احنا كي نحكيو مثلا على قطاع الزراعات الكبرى، نحكيو على مراكز تجميع، فهمت؟ هما اللي معناتها نضخوا لهم الفلوس، وهما يتعهدوا كونه معناتها يتلهوا بالفلاح دو ا جوسكا زد، والفلاح يتعهد كونه كي يبيع لهم لهم هما الصابه نتاعو، معناتها كي يجمعها يبيعها لهم هما، ما يمشيش المجمع اخر، فهمت؟ وهذا القرض يرجعوا بعد قداش؟ متعهد القرض سنه. الفينانسمون التريبارتيت معناتها التمويل الثلاثي يمشي قصير مدى، كيف ينجم يكون حتى متوسط المدى، يعني عامين ولا ثلاثه، يوصل حتى ل7 سنين. ويقول لك الفلاحه الاخرين، الصيد البحري، الاشجار المثمره، عندهم حاجات خاصه بهم؟ اكيد احنا قلت لك معناتها كل قطاع تابع للفلاحه نمولوه باليات، ونمولوه معناتها بانواع نتاع قروضات، كل واحده وشنية المستلزمات نتاعو، معناتها كل قطاع شنية مستلزماته. اليات التمويل هذه المبتكره خاصه بالنسبه للميدان الفلاحي تغير من واقع الفلاح. اكيد تغير من واقع الفلاح، تخليه معناتها تغير من واقع صغار الفلاحين تحديدا، معناتها خاطر هما اللي ما ينجموش يقدموا ضمانات البنك باش يتحصلوا على قروضات، دونك هما توجدوا الاليات هذه باش الفئه هذيك نتاع الشريحه هذيك نتاع الفلاحين تنجم تكمل نشاطها، وتنجم تكون عندها علاقه غير مباشره بالبنك.
فما آلية أخرى اللي هي التسبقة على منحة فلاحية. ايش معناتها الكلام هذايا؟ معناتها فلاح إذا كان عنده مقرر إسناد منحة من عند لابيا ولا سي ار دي ينجم يتصل بالبنك وياخذ تسبقة على المنحة هذيك توصل حد ل 60%. نعطي ما هو سيتا معناتها برودوي كور تيرم معناتها قصير المدى مدة عام، أما ينجم ينتفع زاد كونه يعمل له كما نقولوا اذا كان بطاط عليه المنحه دونك البيانات تسبق له. اي فوالا تسبق له باش اموره تمشي معناها. ولا اي خاطر هو يبدا مزروب والتمويل ماك تعرف المقرر الاسناد المنحه يخرج اليوم يتصحى اليوم الفلوس معناتها تبطى شويه، دونك هو يبدا مزروب عنده خدمه وكل شيء يجي البنك معناتها تمول هذا ايش معناها داعم؟ اكيد هذا ايش معناها انك داعم؟ هذاك ايش معناتها دعم وتسهل له الامور. يلزمك تسهل له الامور. دونك اليوم كي نحبوا نعديو رسائل باهين من خلال الحكايات اللي تجيك في الاجونس، شنو هي مثلا تخص الفلاح؟ شنو تتذكر؟ شنو يقعد في بالك يعني؟ يقعد في بالي فما عندي حريف مره يحكي لي يقول لي انا كنت قبل في السبعينات ناخذ في كريديات ب 300 و200 دينار. 300 و200 دينار. تو ما شاء الله معناتها عنده كتارات ويخدم فلاح يخدم في برشا مواطن شغل معناتها خالق برشا مواطن شغل يخدم في برشا فلاحه. دونك بدا بشويه بشويه مع البيانات بشويه بشويه لين تو ما شاء الله معناتها ربي يزيدوا. ويقول لي حتى اولاده ما فماش يقول لهم مش تمشي هما كان بيانال هنا. احنا تو الفلاحه نتاعنا ديما تعبين شويه معناتها تو في ارتفاع كلفه الانتاج في معناتها التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها يأثر ياسر. دونك يحتاجوا لحد يقف معاهم كما البيانات. اكيد اكيد معناتها احنا البنك الوطني الفلاحي مادامك تخدم احنا معاك ما فماش ما نخليوكش. مادام الفلاح يخدم وينتج علاش لا؟ علاش ما نتمولوش؟ فما صغار الفلاحين اللي يجيوا اليوم باش يطلبوا ربما مبالغ صغيره وتشوفهم انت بشويه بشويه قاعدين يكبروا يتطوروا، تشوف حاجات هكا؟ فما هاي لا موجود انت ديجا اليوم كي تاخذ كريدي مثلا ما نعرفش انا ما نحبش نحط دي مونطون، اما تاخذ اليوم كريدي غدوه راهو عام جاي معناتها كي تخلصنا ونعملوا رونوفيلمون باش نزيدوك معناتها اقل شيء 10% معناتها تمويل يكبر 10% نجموا نعطيوك نشاطك يكبر. اكيد التمويل يكبر معاه خاطر النشاط كبر. عندكم دور كبير ومسؤوليه كبيره في الميدان هذا. نعرف انه تونس بلاد فلاحيه اساسا، دونك كي يبدا فما بانكا اللي هي عندها تاريخ في هذايا، دونك ديما مسؤوليتها تكبر كل يوم. مسؤوليه كبيره وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الفلاحه نتاعنا، وان شاء الله ربي هما معناتها يجيبهم في الصواب هكا. اليوم الفلاح اللي يجيك للاجونس فما حاجات يطلبهم ساعات ربما انت تقول انا نجم نعمل افور هنا باش انه يرقى روحه ولا انه ينجم يبدا انتاجه، ولا شنو الحاجات الصغيره ربما فما سوبليس صغيره في التعامل باش انك هكا تقف معاه في نطاق طبعا الامور القانونيه؟ اكيد هو راهو الاجتهاد مطلوب في الفرع خاصه معناتها خاطر يجيوك عباد معناتها اللي يحب يجي يسال معناتها السؤال ماهوش مش عيب ولا حرام. المعلومه بيهم في كل وقت باش يجيو يسالوا باش نقدموا لهم معناتها الارشادات ولا الاستفسارات اللازمه. محمد صالح، الحريف مدلل في البيانات، الفلاح مدلل في البيانات. الفلاح ما ينجم يكون كان مدلل في البيانات، يلزمنا احنا نجتهدوا معاه، يلزمنا نسرعوا له عمليات وبجوده عاليه تكون معناتها نقدموا له نزيدوا له خدمات بجوده عاليه، وما ينجم يكون كان فرحان معناتها ما فماش علاش. اصغر قرض تعطاه الفلاح هكا انت في السنوات هذه قداش؟ وشفت هالفلاح هذا يتطور ويتحسن اليوم؟ انا ريته 1,200,000. 1,200,000 يعني فلاح جاء للاجونس بتاعك بأنا سليمان باش خذا 1,200,000. فما 1,200,000. وشنو هو نشاطه؟ هما فلاحه برتقال. انت سليمان دونك قريب غاديك احنا عندنا المزارع نتاع قوارص وغيره. صحيح عندنا منزل بوزلفه سليمان وبني خلاد هما معناتها يعتبروا من المنتجين الكبار نتاع ما نساوش بني خلاد زاده بيان سور من المنتجين الكبار نتاع القوارص. جاء يحب 1,200,000. اي 1,200,000 ولا 1,200,000 وانت قلت له مثبت 1,200,000؟ لا هو مش 12 مليون. ما يجيش كان للبنك معناتها خاطر هما فما قروض
تسندها وزاره الفلاحه عن طريق صحيح عن طريق المندوبيات، مندوبيه الفلاحه. يجيبوا صغار الفلاحين هذوما معناتها نعملوا محضر جلسه ونجلسوا عليهم ونمولوهم معناتها عن طريق التمويلات مرصوده من وزاره الفلاحه. نعرف انه الشيف داجونس ديما يفرح باش انه الامور نتاع الحرفاء تبدا ماشيه، وخاصه انت في منطقه معروفه بالفلاحه، دونك يفرحك انه الفلاحين يكونوا لاباس ويخدموا وينتجوا. اكيد احنا مصلحه البنك الوطني الفلاحي من مصلحه الفلاح معناتها. هو الحاجه الباهيه في المعاملات تاع حرفائنا خاصه مع الفئه الفلاحه. الفلاح يعترف بالجميل، الفلاح كي تمد له ايدك وتعاونوا بالحق يعترف بالجميل. مدين ليك يقعد، مدين ليك مش ماديا، مدين ليك بانك خاطر علاش تعامله كان باهي. خاطر علاش؟ خاطرك انت معناتها الروح نتاعو هي لوطا، وانت معناتها عاونته في عز ما يملك معناتها. هو عنده هو روح، وهذيك اللوطا ما فماش كلام. والله فما ساعات عندي مشروع مشيت له انا كي مشيت اول مره صدقني تراب كله معناتها ارض بور كلها ما شاء الله. تويكا معناتها عنده تربيه تسمين العجول، عنده الابقار الحلوب ما شاء الله معناتها. كي نراك كان نفرح انا اصلا ولدي ديما نشوف بيهم. يفرح شيء يفرح بيان سور، شيء يفرح كي ترى معناتها ارض كانت صفرة ولا تكاكا معناتها ما شاء الله. محمد صالح، شكون الفلاح بالنسبه ليك؟ شنو تعتبره انت اللي يجيك للاجانس اللي تراه يكبر كل عام، الاجيال هذه اللي تتعاقب وتجي جيل بعد جيل، البيانات عندها ثقه فيها، شو تعتبره هذا؟ هل راس المال هذايا نتاع البنك؟ اكيد الفلاح ما ينجم يكون كان راس المال البنكه، خاطر اذا كان الفلاح معناتها ينجح ويكبر احنا ما نكونوا كان ننجحوا ونكبروا معاه معناتها. هذاك علاش احنا نمولوهم وندعموهم. ومعناتها اصلا خاطر احنا في البنك الوطني الفلاحي عندنا فنيين معناتها فلاحيين، ونجم حتى يشور عليك معناتها يدبر عليك نصيحه بالطبيعه ينصح. ساعات مهمه كيما التمويل المادي، ساعات اكثر، خاطر ساعات يجيك فلاح يحب يرمي روحه في كريدي في معناتها في مشروع ما يمشيش في اللوطه هذيك تو سامبلومون. انت تنجم معناتها بالزياره الميدانيه نحكي لك عليها، تنجم انت تبدل ورايو معناتها. فما النصيحه الفنيه بيان سور. اذا كان بروجي ما يمشيش غاديك تو سالينيتي طالع مثلا في البوان دو نتاعو ولا حاجه، تنجم تمشي معاه على مثلا اجريوم يحكي باش يحب يعمل بروجي داجريوم، ما تنجمش تمشي معاه. باهي اليوم الشبان، فما الفلاحين الشبان اللي مغرومين بالميدان هذايا واللي قراوا الميدان هذايا ولا اللي من عائلتهم شكون في الميدان الفلاحي زاد يجيو للبيانات، يجيو للبنك الوطني الفلاحي. صحيح، هما فئه هذه معناتها انا واحد من الناس نحبذ التعامل معاه. علاش؟ خاطر معناتها المعلومه يفهمها فيسع يكون متجاوب على المتطلبات نتاع البنك، يكون سريع في التعاملات نتاعو، نطلبوا منه حاجه فيسع معناتها يجيبها، وهو بطبيعته يواصل الخدمه نتاع بوه وجده معناتها. من غير ما ننساو الفالور والقيمه نتاع الحكمه ذيك نتاع الفلاحين اللي هما نتاع سنوات السبعينات والثمانينات، اللي هما زاد داعمين لك الشبان هذول. اكيد هو تكمل هي اجيال تكمل بعضها. اذا كان الدعم والشبان فاكيد زاد مع الفلاحين اللي عندهم خبره تاع عشرات السنين معاكم زاد. اكيد عامل خبره لازم يكون مهم، لازم يكون موجود، مهم جدا في قطاع الفلاحه عامل خبره. محمد صالح، اليوم فما برودوي جديد جينان، حساب الاستثمار الفلاحي جينان، هو معناتها سي ان بلان ديبارني يمكن التونسي من ادخار مبلغ معين المده يختارها هو بالطبيعه، وبعد المده ذيك ينجم يطلب الكريدي معناتها يطلب القرض اللي يوصل معناتها لثلاثة وأربع مرات قيمة الادخار اللي عنده مخبيه. هو برودوي للتمويل، هو برودوي للتمويل مجعول للجميع التوانسه.
برشا عباد عندهم فكره كونه معناتها مجعول خلقناه قدمته البنك للفلاح. هو لا، هو معناتها ينجم اي تونسي ينتفع به. ينجم موظف ينتفع بالبرودوي هذا الجناني. ينجم هو يعني قلت لك هو ديجا معناتها فيه اون بيريود دو ديبارني، معناتها فتره ادخار اللي هي من العام للعامين. كل واحد واش يحب. ومن بعد تنجم انت تطلب القرض في 3 ولا 4 مرات قيمه الادخار اللي حسب مستلزمات. يعطيك الصح. اما القرض لازم يكون موجه في الاستثمار الفلاحي، معناتها تشتري وطا فلاحيه، والا مثلا تعمل بروجي دانفستيسمون، ولا تشتري الات فلاحيه. يعطيك الصحه. هذا هو كريدي دانفستيسمون بصفه عامه. مشكل الضمانات يتحل. صحيح. في الاخر شو تحب تقول محمد صالح؟ والله في الاخر نحب نقدم رساله شكر وتقدير واحترام للفلاح. الفلاح اللي اليوم معناتها ما هموش لا ليل لا نهار لا شمس لا قايل لا مطر، يخدم ويثني الركبه وينتج في هالصعوبات اللي قاعد يواجه فيها وكل شيء. احنا من نجمو تغيرات مناخيه وغيره. يعطيك الصح. نجمو كان احنا نطمنوه نقولوا راهو البنك الوطني الفلاحي ديما معاك، راهو ما تحشمش وما تفكرش مرتين باش تزورنا في الفروع نتاعنا. قداش عدد الفروع؟ الفروع نتاعنا اليوم نحكيو على 183 فرع تحت اشراف 16 اداره جهويه. معناها تقول له اللي احنا ديما معاك اكيد. والمعلومه راهو فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها، راهو المعلومه ما ياخذها كان من عنا، تاخذ المعلومه كان من الفرع نتاعك والا من الموقع الالكتروني www.bna.tn. محمد صالح شكرا ليك، باش ترجع الخدمه. يعطيك الصحه. وهو كذلك باش نرجع الخدمه. شكرا ليك، ميرسي بوكو. ميرسي، عايشك.